بتقلب في الفيديوهات، لقيت في فيديو واحد بيتريق فيه على موقف غبي عمله واحد تاني، سواء كان متعمد انه يطلع غبي او مثلا بيغني اغنية وبيرقص بشكل فيه كمية سفاهة او هبل عشان يطلع ترند. فتقوم انت عامل مشاركة ليه من باب الفكاهة، او حتى من باب الاستغراب اللي موجود في الفيديو، او حتى تقوم داخل ومعلق على الفيديو وقايله عيب كده. عارف بقى انك كده ارتكبت خطأ كبير؟ خليني اشرح لك ازاي. لو شاركت محتوى من باب الهزار أو حتى الاستغراب، فاسمح لي أقولك إنك فتحت على نفسك عداد للسيئات مع اللي بيشوف الفيديو، ولو اللي بعت له الفيديو شاركه هتاخد السيئات اللي اتبعت له، وهكذا. تبقى بتصلي وقاعد في حالك والعداد شغال عليك سيئات وانت مش داري. لو عملت إعجاب للفيديو هتزيد عدد مرات ظهوره، ويبقى الإعجاب اللي عملته ده سبب في إفساد الذوق العام عند الناس. طيب لو خدتك الغيرة على دينك وكنت مش راضي عن الفيديو، وقمت داخل رازع كلمتين زي عيب كده وكده حرام أو أي تعليق مشابه، تخيل إنك بدون قصد برضو ساعدت على انتشار الفيديو، زيك زي اللي عمل إعجاب. أنا عارف هتقولي حيرتني معاك. طب إيه الحل في المشكلة دي؟ الحل الوحيد اللي يوقف قلة الأدب دي إنك لو في بلوك تقدر تعمله اعمل، لو في أغضبني دوس بقلب جامد، وما تخليش كثرة الإعجاب بالشيء اللي أنت متأكد إنه غلط إنك تمشي في نفس سكتهم. وده لأن لفظ أكثر الناس في القرآن جاء في 20 آية في مواضع مختلفة، كلها للأمانة متنوعة بين لا يؤمنون أو لا يعلمون أو لا يشكرون وغيرها. فللأمانة العبرة مش بكثرة الناس عشان نمشي في سكتهم، اعرف الطريق الصحيح وخليك ماشي فيه، وانصح الناس على قدر المستطاع. ويوم القيامة ربنا هو اللي هيفصل بينا. واعرف إن محدش هينفعك غير عملك الصالح اللي عملته بتوفيق ربنا ورضاه عليك.